Playing pop songs from Amazon Prime Music. Turning on lights. 3 bars. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من معرض النصر سمارت هوم، ومع حضراتكم كالعادة مهندس جمال نور الدين. وهنشرح النهاردة الهب بتاعنا الأكثر من رائع اللي هو شغال مع برنامج ايوي لينك ومش من إنتاج سنوف. زي ما قلنا الهب ده بيشيل 128 ديفايس، يعني ممكن نعمل ببروجكت كبير باي بي ادريس واحد فقط، يعني مفيش تحميل على الشبكه نهائي، وبيشغل الاوتوميشن اوف لاين. هنبدا بسم الله الرحمن الرحيم. هنحط الباور بتاعنا، 5 فولت تايب سي، والجهاز ده ممكن نعرفه على برنامج ايوي لينك من خلال كابل ايثرنت او من خلال الوايرلس. هنشغل اولا بكابل ايثرنت. لو بصينا كده هنلاقي هنا عندنا لمبه بتعمل بلينك حمراء، وعندنا بوش بوتون في الخلف. هندوس على البوش بوتون هنلاقي لمبه خضراء نورت، واللمبه الحمراء بتعمل فلاش. هو ده الكونفيجريشن مود او البيرنج مود بتاعنا. هنفتح برنامج ايوي لينك وندوس على اضافه جهاز، وهنقول مور اوبشن تحت، وهنقول اول ديفايس، وهنيجي على الشمال نختار هاب او هابس، وهنختار زد بي ايثرنت. بيقول لنا هنا دخلوه في البيرنج مود. احنا دخلناه في البيرنج مود اوريدي. هندوس اول سيت. هنبص هنلاقيه شاف عندنا هنا الهاب على طول. هندوس عليه عشان يبدأ يوصله لنا على برنامج ايوي لينك. فعلا جاب البرنامج. هنقول دان، هو اسمه جيت واي، هسيبه بنفس الديفولت نيم بتاعه. ظهر عندنا. لو فتحناه كده هنلاقي مفيش أجهزة. هنبدأ نضيف له أجهزة زي ما احنا قلنا. احنا ممكن نضيف عليه 128 ديفايس. هنضيف عليه الفور شانل بتاعتنا الزيج بي. هندخلها في الكونفيجريشن مود. هنقول له اد ديفايس، وهدوس على اول زر في القطعة بتاعتنا لحد ما نلاقي هنا بيحصل فلاش. بدأ يحصل فلاش هنا، والجهاز بيدور عليها. فعلا جابها. وعندنا أليكسا بتقول ان هي شافتها. هندخل برضو عندنا هنا الدور سنسور بتاع زد بي. هدخله في الكونفيجريشن مود. هندوس على البوش بوتون لحد ما يبدأ ينور. بدأ ينور. هنشوف الجهاز هيشوفه ازاي. الجهاز بتاعنا اللي هو الدور سنسور، وأليكسا بتشوف الأجهزة تحت وتقول لنا أنا شافت أجهزة. وهنبدأ نعرف الحساس الموشن سنسور بتاع ابل هوم كيت على الجيت واي بتاعتنا. هنقول اد، وهندخل الحساس في البيرنج مود. وهيبدأ يبحث عنه. فعلا جابه، وأليكسا شافت الحساس معانا. إذا بالهب بتاعنا بنقدر نعرف جميع براندات الزيج بي على برنامج ايوي لينك، وبنقدر نعمل سيناريوهات اوفلاين. هنعرف كمان هنا على الهب بتاعنا السويتش بتاع السيناريوهات، البوش بوتون بتاع سنوف.
هندخله في البيرنج مود. كده دخل في البيرنج مود، وهنشوف الهب هنشوفه. فعلا شافه. هنقول نيكست، واليكسا شافته تحت. فكل الأجهزة احنا هنا ضفناها من براندات مختلفة على الهب بتاعنا. هنبدأ نسمي الموشن سنسورز بأسامي معينة عشان نقدر نعمل بها سيناريو، وليكن هنسميه موشن سنسور اي، وهنسمي الدور وهنسمي هنا برضو الويندو دور سنسور، هنسميه مثلا اي عشان نميزه، لان عندي شغل كتير بنفس الاسم. سيف. طيب هنروح نعمل سيناريوهات دلوقتي. هنقول اد، هنروح نعمل سيناريو. هنقول اضافة سيناريو اوتوماتيك. هنختار سمارت ديفايس، وهنختار مثلا الويندو دور سنسور. لما يتفتح سيف يشغل لنا مثلا السمارت ديفايس، واختار السويتش بتاعنا اللي هي البوردة بتاعتنا دي، هيعمل ريفرس للمفاتيح بتاعتها. على سبيل المثال لو كلوز تبقى اوبن، لو اوبن تبقى كلوز، عشان نسمع التكة بتاعتها لما نشيل النت ونشتغل اوفلاين. سيف سيف. وهنسمي الاوتوميشن دوت ايه. دان. هنرجع هنا لحضراتكم مثلا على السويتش ده. هنبدأ طبعا موجود نت، فالحاجة باينة معانا. بدأ ينفذ الاوردر. بدأنا نقفل، بدأ ينفذ الاوردر معانا لانه بيعمل ريفيرس. سامعين حضراتكم شايفين؟ طيب لو احنا شلنا النت، ما عادش موجود نت، فهل هينفذ السيناريوهات؟ على سبيل المثال احنا هنشيل الايثرنت من عندنا هنا كده، وهنبدأ نطبق السيناريو. طبعا هنا مش هيشتغل معانا حاجة لان هنشيل النت، فما عادش فيه استجابة، ولكن هنشوف. اسمعوا حضراتكم هنا. اذا السيناريوهات او الاوتوميشن بيطبق ومش موجود نت. طبعا كل حاجة اختفت لان شايل النت هنا. الاوتوميشن بيطبق بدون نت. طبعا لو حبينا نعرف بعض الحساسات الار اف على القطعة بتاعتنا، زي ما احنا شايفين مثلا، احنا هنعرف الحساسات على القطعة او السويتش بتاعنا 4 خط من خلال الار اف. لو دوسنا هنا كده على اول زر هنلاقي اللمبة الزرقاء بتاعت اول زر
بتاعت استقبال الار اف نورت، هنبعد دول عن بعض كده. فاول زر بيعمل تريجر بحساس الباب والشباك الار اف. هنجرب الموشن على زر 2 كده، مستني السيجنال. هنفتح الباور برضو عمل كليك. اذا احنا بنعرف على القطعه الزيجبي البرو ديت اي انواع او اي نوع من انواع الحساسات. هنجرب زر 3 على السموك ديتكتور اهو، مش منتظر السيجنال. خلاص حصل تريجر في الريلي رقم 3 من خلال السموك ديتكتور. السيستم بتاعنا احنا عندنا نظام متكامل من السمارت والسكيورتي في نفس الوقت. نقدر نستخدمه في البروجكت الكبيرة او الصغيرة زي ما احنا عايزين. وزي ما احنا عارفين ان الكلام ده بيشتغل اوف لاين كاوتوميشن، بجانب انه ما بيحملش على الشبكة بتاعتنا، لان احنا بنعمل الشغل بتاعنا باي بي واحد من خلال الزيجبي هاب. يا رب تكونوا استفدتم بدرس النهارده، ونتمنى نشوفكم في درس تاني قريب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.